السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة معانا نوع من نواعم العيد اللي كله بيحبها وبنحب نفطر بيها الصبح أول ما نصحى. هي القراقيش أو المنين أو القرص اللي بعجوة، كلها مسميات واحدة بعجينة واحدة. يلا بينا نشوف المقادير مع بعض ونشوف النهاردة هنعملها ازاي. قبل ما نبدأ أي معايا حاجة كيلو من نصلي على الدقيق. الرسول ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا المقادير اللي معايا 2 كيلو دقيق. بس انا هكتب لكم في صندوق الوصف اللي هو العنوان، اضغطوا عليه هيدخلكم على المقادير. هقول لكم مقادير كيلو من الدقيق عشان نعمل احلى منين، احلى كحك ناشف بنبله كده في شاي بلبن وناكله كده اول يوم العيد الصبح نفطر بيه، بيبقى طعمه حلو قوي. معايا كيس خميرة، كيلو دقيق عليه كوب سمنة وكوب زيت. انا بحب اعمله دايما بسمنه وزيت، بيديني قرمشه حلوه قوي. عايزه تعمليه بسمنه بس مفيش مشكله، عايزه تعمليه بزيت بس مفيش مشكله، اللي عندك اشتغلي بيه. كيلو دقيق عليه كوب سمنه عليه كوب زيت عليه كيس خميره، معلقتين سكر، ومعايا معلقه سمسم كبيره متحمره في معلقه سمنه، وكمان معايا 3 اكواب من اللبن. والسوائل دي خليها جنبكم، عايزين تستخدموا لبن او ميه برضو حاجه دي ترجع لكم. انا استخدمت 3 كوبايات من اللبن، ولو انت حابه تستخدمي ميه او 2 كوب لبن وكوب ميه او كوب ونص ميه كوب ونص لبن، زي ما انت عايزه. الكيلو اللي معايا خد الثلاث كوبايات بتوع السوائل. لكن انا ما بنزلش السوائل تدريجي، لاني انا ما اعرفش نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه ايه. فخلي جنبك حوالي مثلا كيلو من اللبن وناخد منه حبه بحبه، او كيلو من الميه وناخد منهم حبه بحبه لحد ما العجينه تلم معايا. اول حاجه عملتها جبت الدقيق ومنخول كويس جدا، حطيت عليه معلقه السمسم اللي متحمره في سمنه، وبعد كده نزلت عليه بالسمنه والزيت اللي عندي. السمنه عندي مش متسخنه، بس فكتها كده على النار بس يا دوب تكون سايله زي الزيت، ونزلت بيها وبسيت الدقيق لحد ما كل ذره من الدقيق عندي اتغلفت بالسمنه والزيت حلو قوي. شويه ورحت نازله بالخميره اللي انا مدوباها. قبل ما ابدا اي حاجه خالص دوبت 3 معالق سكر او معلقتين سكر على كيس خميره. معاكي من معلقتين سكر لتلاتة على كيس خميره، بدوبه وبحطه في جنب لحد ما الخميره بتاعتي تتفاعل كده وتعمل فقاعات. ليه بعمل الخطوه دي؟ علشان انا ممكن اشتري مثلا كيس خميره من عند السوبر ماركت مثلا او من عند اي بياع وتطلع فاسده، فهتبوظ لي كل العجين والسمنه اللي انا حطيته، فحرام بصراحه. فالاختبار ده بيكون بسيط وبحطه في جنب كده قبل ما اشتغل في اي حاجه، بيفور كده ويعمل فقاعات. اعرف كده ان الخميره بتاعتي تمام، ابدا انزلها على العجينه بتاعتي. بنزل بالسوائل تدريجيا واحط كده على الرخامه، مش بلت. يعني انا مش بعجن لدرجه ان انا هوصل لعرق للعجينه، بس انا بصوابعي زي ما انتم شايفين كده بلم اي سوائل لحد ما العجينه تنعم معايا خالص. في النهاية على الكيلو دقيق أنا استخدمت كوبايتين ونص لتلاتة من اللبن. فالعجينة طول ما هي بتقطع معاكي كده اعرفي ان هي كويسة وملهاش عرق. ولما بتيجي تلينيها كده في ايدك بتلين معاكي وبتكون ناعمة جدا، وتيجي تشكليها ما بتشققش معاكي كده. تقدري تشكليها صوابع، تقدري تشكليها كحك. بنفس العجينة دي هنعمل برضو القرص اللي هي محشية عجوة. كان عندي حتة عجوة في الفريزر، جبتها كده وكورتها كده في ايدي، من غير سمسم من غير سمنة من غير اي حاجة، هي طرية. طلعتها من التلاجة الصبح، فطريت جدا على الرخامة. فقعدت بقى ان انا ايه، اكورها كده واعينها في جنب. وادي العجينة كل ما اكور فيها زي ما انتم شايفين ما بتشققش وطرية جدا في ايدي، والملمس بتاع العجينة ناعم جدا. خلاص كده العجينة هسيبها لمدة 10 دقايق. انا مش هتخمر معايا، لكن هي بسيبها 10 دقايق ترتاح شوية عشان تبقى سهلة معايا في التشكيل. هغطيها واخليها في جنب تتشكل بعد 10 دقايق ان شاء الله. الله اعلى واعلم. جبت بقى العجوه بتاعتي ورحت كده مكوراها كور صغيره، وحطيتها في طبق كده وهحطها في جنب علشان ابدا ان انا احطها في قلب القرص من جوه. هي طريه جدا لانها بدرجه حراره المطبخ فسهله معايا في التشكيل. وادي العجينه بعد 10 دقايق. هبدا بقى ان انا اخد حته صغيره بحته صغيره، اعمل منها المنين، واعمل منها الكحك اللي هو العجل بتاعنا العادي التقليدي اللي كلنا بنعمله في العيد. وانا لو ما عملتش حتى من غير عيد، انا لازم اعمل منين او اعمل قراقيش، لازم اعمل اللي هي العجل المدور ده. انا بحس كده ان انا عملت قراقيش، يعني ما بحب انا قوي الشكل ده قوي، هيبان معاكم دلوقتي. بعمل ايه؟ بكور كده بعمل كده اسطوانه يعني كده، والين العجينه علشان تكون الوش بتاعها
متساوي وناعم، وابدا ان انا ابططها كده بكف ايدي، وهقطعها بالسكينه اسويها من الجوانب علشان تديكي نفس الشكل اللي بتشتريه من بره بالظبط. ما يبقاش شكل عشوائي ومتقطع حته تخينه وحته رفيعه او حته داخله وحته طالعه. انا عايزه كله متساوي زي بعضه زي ما انتم شايفين كده. فبالاطراف كده بقطعها، وببدا بقى بالعكس كده بميل شويه ان انا اقطع كده الصوابع تكون الطول قد بعضه، وعرض حوالي 1 سنتي عشان هي لسه هتنتفخ لما تسيبها تختمر في قلب الصاج. لو ما عامله كيلو لو عامله كيلو هيخلص بسرعه، فسيبيه لمده ربع ساعه نص ساعه يخمر. لو عامله 2 كيلو، اول ما تخلصي الكميه، لو انت شغاله لوحدك ما فيش حد شغال معاكي، اول ما تخلصي الكميه ابداي خدي اول صاج شكلتيه ودخليه الفرن. عقبال ما تخلصي اصلا ال2 كيلو وانت شغاله لوحدك هتلاقي نفسك الاول الصاج خمر، لكن الكيلو بيخلص بسرعه، فبنضطر ان احنا نقعد نستناه يخمر شويه. بنسيبه يخمر كده في قلب الصاج، وهخلص الصاج كله وهتشوفوه شكله في النهايه عامل ازاي. على فكره هتشوفوه بعد التسويه لونه حلو قوي. وبالنسبه كمان للتسويه، الفرن بيكون متسخن مسبقا يعني على درجه حراره 170، وبدخله على الرف الوسطاني وموطيه الشوايه من فوق. لو مش حابه تشغلي الشوايه شغلي النار من تحت، ياخد لون كده ويتحمص ويكون لونه حلو. مش يتحمص يغمق، ياخد لون ذهبي غامق. القرقوشه معايا كده تبقى متحمصه لونها حلو، او حسب اللون اللي انتوا بتحبوه، بس انا بحب اغمقها شويه كده بتدي لون ذهبي حلو قوي غامق. وبعد كده بشغل الشوايه من فوق. لو انتي فرنك بيشتغل الاتنين مع بعض تقدري ان انتي تشغلي الاتنين مع بعض مفيش مشكله. بجيب بقى حته عجينه وبحط فيها، بكورها واديها كده فجوه من النص كده، وبقوم حاطه فيها كرة من العجوه. وده المكبس بتاع اصلا المعمول. المكبس ده معمول يعني هو بتاع المعمول اللي انا عملته معاكم قبل كده بالعجوه. بس انا حبيت ان انا عيالي اصلا ما بيحبوش القرص اللي بعجوه ناشفه ورفيعه، بيحبوها كده طريه شويه. فانا تخنت العجينه شويه، خليتها كده مقلبظه شويه يعني. بس بحط بقى كده العجينه وابدا ان انا اكبس عليها بالمكبس بحيث ان هي تاخد شكل حلو، بس مش اكتر، انا عاملاها عشان الشكل. ادي الصاج ده خلص اللي هو بالعجوه. هبدا بقى ان انا اعمل التفتيله، ده اسمه بفتله، بفتل العجينه، يعني بقطعها كور صغيره، وابدا كده ان انا احطها في جنب، واخد بقى كوره كوره اعملها زي صابع كده واتني، فبيطلع لك في النهايه شكل الدايره، الشكل المتعارف عليه كلنا بنعمله في العيد وغير العيد. وانا بالنسبه لي ما بحب اعمل الشكل ده جدا، بحس فعلا ان انا عملت قرايش. بس سهله، باخد بقى ابدا ان انا احطها في الصاج كده، وهتشوفوا بعد ما تتسوى تبقى عامله ازاي. وما تخنوهاش قوي لان هي لسه هتخمر، فحاولوا بقدر الامكان انكم ما تخنوش الدايره شويه. خلص بقى الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده، وهترجع بعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. دي بسم الله ما شاء الله عدد الصجان، انا كنت عامله 2 كيلو، فدي عدد الصجان معدي ال7 صجان. فكان بالنسبه لي كميه حلوه قوي. واللون زي ما انتم شايفين كده، الكاميرا كمان والله ظالمه اللون خالص بسبب الاضاءه وكده. فاللون حلو وقد ايه هي من جوه مفرغه مش مكتومه، التفريغه باينه جدا. شايفين النقط دي دليل عن انها متفرغه من جوه وهشه. وادي شكل اللي هي بالعجوه، وانا مكتره العجوه برضو جواها، حتى ما عملتش كميه منها لاني انا مكتره العجوه من جوه. يا رب الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك وشير سبسكرايب القناه، مع السلامه.